18 سبتمبر 2022 تسربوا ديزانفورماسيون على اكبر جو منتظر في القرن. شخص قدر يدخل ويسرق ديزانفورماسيون على واحده من اكبر شركات العاب الفيديو في العالم، وهذه اخر تسريبه اللي كانت مسبوقه بمئات التسريبات واللي ادت الى تبييض ملايين الدولارات. واللي حيرنا في هذه الحكايه هو انه العقل المدبر من هاد لي زاتاك ما عندوش من با 18 سنه، وحياته راح تتبدل من نهار الشرطه راح تقرر تتقبض عليه في المنزل العائلي. تبعوا معي حكايه الطفل اللي قدر يخوف اكبر شركات العالم، الطفل اللي كان مبحوث عليه من طرف الاف بي اي، الطفل اللي كان قادر بكليك يخسر اكبر شركات العالم بملايين الدولارات، الطفل اللي حكم عليه بالسجن المؤبد. تابعوا معي حكايه اريون كورتاج. كي درت لي ريشيرش تاعي لقيت بلي اغلبيه المعلومات على اريون متواجدين على الانترنت تم حذفهم. اول اثر اريون على الانترنت لقاوهم هنا فلاشين يوتيوب تاعو، نقدروا نلقاو فيها دي فيديو من 2015. اريون هذاك الوقت كان عنده غير 10 سنوات، وكيما رانا نشوفوا في الفيديو اصدقاء افراد من العائله يلعبوا بكل براءه. ونقدروا نزيدوا انه كان من محبي الدراجات الناريه. مي اوكي من هاد لي فيديو تخلينا نخمو بلي رانا نشوفوا في الطفل اللي راح يكون من اكبر المجرمين المبحوثين من طرف الاف بي اي. تاني اطال اريون نقدروا نلقاوهم هنا، ان سيت باسم هاي بيكسل. للناس اللي ما تعرفش هاي بيكسل هو اكبر سيرفر ماينكرافت في العالم اللي يضم الاف اللاعبين كل يوم اللي يلعبوا مئات الميني جيمز. وفي 2017 اريون كان اغلبيه وقته يجوزها في هاي بيكسل، وهذه على بالنا بها باسكو في 2017 تم حظر اريون من السيرفر. اريون اكتشفوا انه راهو يستعمل طرق غش في السيرفر، ولا كيما نقولوا بالعاميه شيت اللي كان يخليه يربح اغلبيه لي فايت تاعو في هاي بيكسل. ونقدروا نشوفوا هنا بلي بعث لهم ميساج يفهم لهم فيه بلي ما كانش يستعمل في طريقة غش، مي جوست كان يستعمل في دو سوري باش يكليكي اسرع، وانه هاد الطريقة جاتو من عند صديق وطلب منهم يخليوه يرجع للسيرفر. مي هاد العذر ما راحش يقنع لي زادمين اللي جاوبولو بلي هاد الحظر نهائي وبدون استئناف. هذاك الوقت ارين كان عنده 12 سنة وكان بدا ديجا يطلع دي لوجيسيل دو تشيت في ماينكرافت. مي هادي حاجة سامبل اي واحد منا يقدر يديرها. مي قريب عام وراها افريل 2018 ارين زاد بعث لهم ميساج في السيت، اسكو كاين مكافأة للناس اللي تلقى تغراض في السيرفر. هادي حاجة اللي كثير من الشركات يديروها، مكافأة الهاكرز اللي يقدروا يلقاو الثغرات هكا يخليوهم يبيعوا لهم الثغرة خير ما يستعملوها ضدهم. هذه حاجة سامبل، مي في السيت راح يجاوبوا له بلي مساعدة السيرفر راح تكون المكافأة الوحيدة اللي كاين. عاود جاوب لهم بلي ما راوش يهضر على ثغرة في الجو ولا تشيت فايت، مي على ثغرة في السيكيوريتي تاع السيرفر، ثغرة اللي تقدر تقيس سلامة السيرفر. ارين على بالو بحاجة اللي تقدر تعاون السيرفر وراو حاب يبدل المعرفة تاعو ضد مكافأة. هنا نشوفوا بلي عنده معرفة في الانفورماتيك اللي تخليه يلقى ثغرات واللي يحب يبدلهم مكافأة بلا ما يدور على مول السيرفر. مي هاد نهار واحد ما دلو حساب، الجواب الوحيد اللي جاه هو تبديل مكافأة بثغرة نقدروا نسميوها بفكرة سيئة. وهذا راح يكون اخر بوست لاريون اللي كان حاب يدير فيه الخير. ارين يبان عنده معرفة في الهاكين والسيبر سيكيوريتي، وهاد المعرفة راح تتأكد لو 15 سبتمبر 2018 مور ما قدر يسرق هوية مالك سيرفر ماينكرافت وقدر يسوبريمي 50% من هاد السيرفر. وهذا راح يكون اول اثار اريون في السيبر سيكيوريتي. مي ما عندناش معلومات كبيره على سرقه الهويه اللي قدر يديرها اريون. اسكو هذا بوغ اللي يقدر يخليه يسرق هاد الهويه؟ اسكو زهر لقى لي لوغين وباسورد تاع هاد السيد؟ ولا اسكو قدر يدخل البيسي تاع صديق هاد المالك بعلم انه كان راح يلقى هاد لي زانفورماسيون؟ ما على بالناش بالضبط واش صرا هذاك النهار، على بالنا برك بلي اريون قدر يدمر 50% من هاد السيرفر. مي هاد السرقه ما راحش تكون بمنفعه كبيره، السيرفر كان ديجا مسوفغاردي وقدروا يرجعوه 24 ساعه موراها كيما كان من الاول، دونك ما خسروا والو في الحكايه. دوكا ما على بالناش الا اريون عبقري اللي يقدر يهكر بيسي ويجيب دي زانفورماسيون، ولا غير طفل لقى زهر دي لوغين وباسورد وحب يسوبريمي لهم السيرفر. هاد الشكوك راح نلقاو الجواب تاعهم هنا. واش راكم تشوفوا هنا هو السيت انترنت تاع لا نازا اللي يقدروا يهاكيوه. وزعما شكون نقدروا نلقاو اسمه في لا ليست تاع الهاكرز؟ اوكي هذا نيفو واحد اخر. هذه صرات لو 25 ديسمبر 2019. مجموعه من الهاكرز قدروا يدخلوا في السيستم تاع لا نازا غير باش يافيشيو هاد التصويره. رايس هاد المجموعه اسمه نيل كودر، وهو اللي راح يبارطاجي هاد لاك في تويتر تاعو بان ميساج اللي يقول ما كانش الحرب بين لي هاكرز وما كانش السلام للنظام، ميري كريسماس. اللي حيرنا هنا هو انه هاد المجموعه ما طلبوش مقابل على هاد الثغره، ولم يتم سرقه اي معلومه، جوست جاست باش يوريو للعالم القدرات تاعهم ويزيدوا السمعه تاعهم في عالم القرصنه. كيفاه قدر يجوز من تخريب سيرفر ماينكرافت الى تهكير موقع لا نازا؟ باش نجاوبوا على هاد السؤال لازم نزيدوا
مدوا اهتمام لقصة أريون للشروط والحوافز. أريون طفل ما ترباش كما قاعد تربينا. كي كان في البريمير كان عنده صعوبة باش يدير أصدقاء، وزيد تم تشخيصه على أنه مصاب بمرض التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهذه حاجة اللي راح تقيسه في حياته لدرجة أنه تهجم على أمه اللي وراها نحاولها الحضانة لأريون، ووقت قصير وراها راح يرجعوه لأمه مور مع عائلته جديدة تهجموا عليه. تبان لي فهمتوا باللي أريون كبر في موفمون نيجاتيف ليه. بعد فترة راح يتحط في مدرسة خاصة للمصابين بالتوحد، وحتى في هذه المدرسة راح يلقاو صعوبات معاه. بالمختصر كان معزول بدون أصدقاء وغير مفهوم. مي أريون الحاجة الوحيدة اللي كان حابها هي نفسها اللي كنا حابينها كامل كيما رانا كي كنا قدو، يكون عندنا أصدقاء ونكونوا مقبولين في مجموعة. وهذا الإحساس تاع القبول والصداقة راح يلقاه في الهاكينج، راح يلفت الانتباه والإعجاب من الناس اللي تلاقاهم أونلاين كيما لي هاكرز. أول مرة في حياته أريون راح يحس روحه مقبول في مجموعة، يتلاقى تهاني يحفزوه، كل ما يهاكي كل ما يحس روحه محبوب أكتر، ومنها راح يولي عنده هدف واحد، يكبر السمعة تاعو باش يكون معجب أكتر وأكتر. وهكا اللي في 2021 وبعمر 16 سنة أريون راح يلتحق بمجموعة هاكرز أكثر خبرة انفينيتي ريكورشن. هذه المجموعة معروفة أساسيا بعفسة واحدة واللي هي بيع خدمات الهاكينج في سيت اسمه كراكت.io. كراكت.io هو سيت اللي نلقاو فيه من كلش، دي كراك تاع دي لوجيسيال دو مونتاج، دروس تعليمية، أدوات السيبر سيكيورتي، من نلقاو تاني ناس اللي يعرضوا الخدمات تاعهم مقابل مبلغ من المال. انفينيتي ريكورشن هي مجموعة اللي تهاكي وتبيع دي زادرس ميل حكومية للناس اللي تحب تدير دي زو دي ار Emergency Data Request. EDR هي كي الحكومة تطلب من شركة معلومات خاصة في إطار تحقيق الشرطة. في إطار تحقيق الشرطة يقدروا يروحوا لأي شركة معينة ويطلبوا منهم لي ميساج بريفي تاع المشتبه به، معلومات خاصة، اسمه، وين يسكن، كلش عليه. وهذا الطلب نقولوا له EDR. يتسمى إلا حبيتو تلقاو ديزانفورماسيون بيرسونيل، معلومات خاصة على شخص معين، ما عليكم غير تخلصوا انفينيتي ريكورشن ما بين 100 حتى 250 دولار، وراح يقدروا يلقاو لكم اي معلومة خاصة على اي شخص حبيتو بفضل زادرس ميل حكومية اللي سرقينهم، اسمه، لادريس ميل تاعو، وكامل الرسائل الخاصة. ما عليهم غير يديروا طلب كاذب تاع EDR والشركات راح يوفروا لهم كل هاد المعلومات. رانا في 2021، أريون عنده 16 سنة وراهي بيراطي دي زادرس ميل حكومية باهي يبيعهم الناس دون نوايا سيئة. ومع هاد العفسة أريون كان يدير حاجة يسموها سيم سوابين. سيم سوابين حاجة سهلة، واحد راح يتظاهر بالهوية تاعك ويكونتاكتي لي زوبيراتور موبيل كيما حنا في الجزائر عندنا موبيليس، وراح يتظاهر على انه سرقوا له شريحه السيم تاعو، وراها راح يبعثوا له سيم جديده، ومن تم لي كود دو كونفيرماسيون تاع لي كونت تاعكم راح يوصلوا عنده. ما عليه غير يعرف لادريس ميل تاعكم، يدير طلب تغيير كلمه السر، وإلا كنتو دايرين النيميرو تاعكم كامن مزدوج راحوا لي كونت. مادام راهو عنده النيميرو تاعكم ما تقدروا ديروا والو، وموراه يبدل المود باس تاع كامل لي كونت تاعكم. ودوك السؤال اللي راح تسقسيوني هو كيفاش طفل صغير يقدر بهذه السهوله يتقمص هويه ويخدع هاد الشركات؟ مي الا هاد الطفل هو طفل اللي كان عنده دي زادريس ميل حكوميه مسروقين وراح طلب من شركات اللي تخدموا فيهم دي زانفورماسيون بيرسونيل عليكم، تولي حاجه سهله انه يسرق الهويه تاعكم. وهذا هو اول بزنس بدا به أريون اللي راح يربح به مئات الاف الدولارات. مجموعة انفينيتي ريكورشن راح تخسر اغلبية اعضائها، والاقلية راح يديروا جروب جديد باسم لابسوس. مع هذا الجروب أريون راح يكون عنده طموحات اكثر، راح يتهجم على شركات اكبر، راح يبدا بالشركات الانجليزية كيما بريتش تيليكوم، everything everywhere، وراح يطلب منهم 4 ملايين دولارات مقابل معلومات شخصية. هادو شركات انجليزيه اللي راح تشكل عليه ريسك كبير مادام هو ساكن في الانجليز، يعني الا الشرطه اكتشفوا الهويه تاعو راح يقدروا يتقبضوا عليه مباشره، ما راحش يكونوا بالحاجه الاجراءات الدوليه، يقدروا يروحوا له ديريكتومون لدارو. مي مادام اريان واثق بنفسه باللي جامي ما راح يلقاو الهويه تاعو راح يكمل في هاد الاعمال. وهكا لي في لو 10 ديسمبر 2021 أريون وجماعته راح يبداو في هجمة جديدة، راح يدخلوا في سيت تاع وزارة الصحة البرازيلية ويسرقوا أكثر من 50 تيرا معلومات شخصية تتعلق بكل الشعب البرازيلي. سمانات راح يجوزوا، الحكومة البرازيلية راح تقدر ترجع السيت وراح يستعملوا نسخات احتياطية اللي هما دي سوفغارد باش يرجعوا السيت كما كان. مجموعة لابسوس راح تقدر تخوف حكومة بلاد كاملة، ما قدروش يديو دراهم من هاد الهجمة، والهجمة الجاية هي اللي راح تكون ناجحة. راح يقدروا يبيراطيو موقع تأجير سيارات برازيلي ويديروا إعادة توجيه للموقع ما طلبوا دراهم، ما داروا اي طلب، جوست هكا ترول فور فان.
وهاد الهجمة راح تجبد بزاف الانتباه ليهم، خاصة في الجروب تيليجرام تاعهم، جروب اللي بوستيو فيه يوميا تفاصيل الهجمات تاعهم. يوميا الناس تدخل في هاد الجروب غير باش يتبعوا تطور لابسوس، والهجمة الجاية هي اللي راح تجبد انتباه اكبر. راح يصرحوا باللي يقدروا يبيراطيو اوكتا، شركة أمريكية متخصصة في بيع خدمات سيبر سيكيوريتي لشركات أخرى، ومن هذه اللحظة كل سلطات العالم راح يبداو يحوسوا على الجروب لابسوس. مي واحد ما قدر يلقى الهوية الحقيقية تاعهم. أريون كان مازالو مجهول من عند السلطات، ولكن للأسف كل هذا راح يتبدل في بضعة أيام. بدراهم الهاك، السيم سوابين، سرقة الحسابات البنكية، حسابات الكريبتو، أريون راح يشري سيت اسمه دوكسبين، السيت اللي معروف بالدوكسين. دوكسين هي كي تكشف معلومات شخصية على أي شخص في الانترنت. تسمى دوكس هو الاسم اللي نمدوه للدوسي اللي فيه معلومات شخصية على أي بنادم، ومن اسمها دوكسبين سلة الدوكس. دوكسبين هي جنة أي شخص حاب يلقى معلومات شخصية على الشخص اللي راهو حابه، اسمه، لقبه، وين يسكن، الريب، كل معلومات اللي تحوسوا تعرفوا على أي واحد. وأريون شرا هاد السيت، مي أريون كان يخلي هاد السيت بدون صيانة، والكوميونيتي تاع دوكسبين شافوا باللي أريون راهو متخلي على السيت وكانوا بزاف غضبانين، بداو يرفضوا أريون ويسباميوه باش يخرج من السيت. اليامات راح يجوزوا في جونفي 2022 الوضع راح يكون كارثي لدرجة انه اريون راح يقرر يعاود يبيع السيت لمولاه الاول مقابل 20% فقط من قيمته. اصبروا دقيقة واقيلا غلط كيف فهمتكم. اريون راح يخلي مول السيت الاول يصدق بلي حاب يبيع السيت ب 20% من قيمته، مي هو في الحقيقة جامي ما كان حاب يبيع السيت. راح يدي دراهم من مول السيت القديم، ما راحش يمدلو السيت، ومن فوقها راح يديلو كامل السوشيال ميديا تاعو. لكن الامور ما راح تجوز كما كان حابهم، بعد ساعات فقط راح يروح له الاكسس للديسكورد. اريون راح يبدا يخاف خاطر فهم بلي عمليه الاحتيال اللي دارها ما راهيش تمشي كما كان حاب. دونك راح يقرر يدير تويت اللي يعرض فيه $100,000 لاي واحد يقدر يجيب معلومات شخصيه على مالك السابق للسيت. لكن 6 ساعات وراها اريون راح يزيد يخسر الاكسس للكونت تويتر. كل ما يجوز الوقت كل ما عملية الاحتيال تاع أريون تزداد سوءا. بقات له وسيلة ضغط وحيدة واللي هي بيانات الموقع، وهنا لأريون راح يدير أكبر غلطة في المسيرة تاعو. راح يكشف عن كل بيانات دوكسبين في التليجرام للانتقام على رفضه من طرف الكوميونيتي تاع السيت. أريون كشف بيانات تاع أكبر سيت متخصص في كشف معلومات الناس. كل الكوميونيتي تاع السيت راح تنقلب ضد أريون بهدف واحد، يلقاو الهوية تاعو ويكشفوها للعالم. 24 ساعة 24 ساعة هو الوقت اللي كفى للكوميونيتي باش يلقاو كل المعلومات الشخصية بخصوص أريون، كلش راهو مكشوف. أريون تهجم على الكوميونيتي الخطأ، راح يلحقوه فيديوهات تاع أشخاص قدام دارو في الليل، راح يلحقوا حتى يطبطبوا في بابه باش يسقسيو إلى أريون راهو هنا باش يلعبوا معاه. لحسن حظه هذيك الليلة ما كانش في الدار. كي قلت لكم باللي كلش على أريون راهو في الانترنت، يعني كلش، كاين حتى فقرة كاملة تهضر على أريون وعلى توريطه مع الجروب لابسوس والمبلغ اللي قدر يربحه بفضل الهاك، $14 مليون. اول مره راح يخرج اسم شخص كان عنده علاقه بالجروب لابسوس اللي كان يخوف كل سلطات العالم. اسبوعين من نهار التسريبات راح تنتشر اشاعه انه تم القبض على اريون. الشرطه راح يتقبضوا عليه، ما راحش يكون عندهم دلائل كافيه باش يخليوه في الحبس المؤقت. ما لقاو اي اثر على نشاط غير قانوني في كل لي زورديناتور تاعو. المعلومات الوحيده اللي عندهم جابوها من دوكسبين. صح هذوك المعلومات كلهم حقيقيه، ولكن اثبات هذه المعلومات امام محكمه حكايه واحده اخرى. تحت الضغط أريون راح يستعرف أنه شارك في نشاطات السيم سواب، ولكن لصغر سنه وحالته الصحية سيتم إطلاق سراح أريون. أريون جامي ما حس روحه عنده القوة كما هذاك النهار، قدر يخرج من الحجز المؤقت بدون أي عواقب. الشرطة ما قدروا يديروا والو ضده، وهذا الإحساس تاع أنه لا يقر اللي راح يخلي أريون يروح الأبعد، وهذا الشيء اللي راح يتسبب في سقوطه. أريون راح يعاود يرجع للمجهول، ومع مجموعة لابسوس راح يتهجموا على انفيديا. راح يسرق انترا من معلومات شخصية لانفيديا راح ترجعهم باستعمال الهاكر تاعهم. الهاكر تاع انفيديا راح يقدر يدخل في لي بي سي تاع لابسوس، وبفضل الفيروس راح يرجع لي ديسك دور تاعهم خارج الخدمة. الجروب لابسوس ما كانوش يسنوا فيها،
لابسوس كانوا راح يبداو يسربوا المعلومات حتى لي ديسك دور حبسوا. انفيديا خرجوا رواحهم من هاد الورطة ولكن باستعمال طريقة غير قانونية بالكامل، لانه كي تبعت هاكر لواحد تبقى حاجة غير قانونية حتى الانفيديا. للاسف لابسوس ما قدروا يديروا والو، ما راحش يضيعوا وقتهم، لانه بضعة ايام وراها راح يبيراتيو سامسونج وراح يسربوا 200 جيجا معلومات، وخاصة لي كود سورس تاع الهواتف سامسونج جالاكسي. واش راهم يديروا اريون وصحابو يبان غريب، بيراتيو انفيديا وسامسونج وما طلبوا والو مقابل تسريب المعلومات. يسرقوا ويسربوا المعلومات اللي يجيبوهم باش يمدوهم للشعب، كأن المال ما ولاتش حاجة تهمهم، والحاجة الوحيدة اللي راهم حابينها هي لفت الانتباه. وعلى الارجح مور ما تقبض عليه والدوكس في دوكس بين، اريون كان حاب يعاود يبني السمعه تاعو، تسريب المعلومات بدون مقابل للكوميونتي مع الجروب لابسوس، كانه حب يرجع روحه محبوب من طرف الكوميونتي تاع دوكس بين، وباش يمحيو الدوكس تاعو من السيت. اريون كان لازم عليه يمحي معلوماته الشخصيه، وخاصه كان يحتاج انه يهنئوه، يكونوا معجبين به، كان يحتاج يكون محبوب. وتسريب معلومات اكبر شركات العالم للناس كانت طريقته لتلقي الاعجاب. الوقت يجوز واكبر شركات العالم وحده بوحده بيراتاو من طرف اريون ومجموعه لابسوس، ابل، يوبيسوفت، تي موبايل. وفي 20 مارس 2022 اريون راح يدير خطأ بتهجمه لأكبر شركة تكنولوجيا في العالم، ميكروسوفت. لازم تكون مجنون باش تتهجم على شركة كيما ميكروسوفت. اريون راح يقدر يبيراتيهم وراح يكشف عن 37 جيجا من معلومات شخصية. 24 ساعة وراها راح يخرج اعلان على انه الجروب لابسوس مبحوث من طرف الاف بي اي، ما كانش اللعب مع ميكروسوفت. اريون دوك على بالو بلي راهو مبحوث من الاف بي اي، وكل معلوماته الشخصية راهم في دوكس بين. راح يخلص مول سيت دوكس بين باش يمحي المعلومات تاعو ويبدلهم بمعلومات خاطئة. كان قادر مول السيت يقبل دراهم ويبدل المعلومات على اريون، ولكن خير انه يكشف هاد الكونفرساسيون بريفي للبوبليك. من جهة الاف بي اي في 7 ايام قدروا يتقبضوا على 7 مراهقين كلهم عندهم علاقة بالجروب لابسوس، وبضعة ايام وراها تم القبض مرة اخرى على اريون. هذه المرة الثانية اللي يتم القبض على اريون، وهكاك مازالوا يكمل بيراتي في الشركات. كيفاه قدر؟ وهذا مش سؤال مناسب. كيفاه مجموعة من المراهقين قدروا يبيراتيو اكبر شركات العالم؟ شيء غير معقول السهولة اللي قدروا يبيراتيو بها اكثر الشركات المحمية في العالم. كيفاه قدروا يديروا؟ الطريقة اكتشفوها ميكروسوفت وهي كالتالي. اريون فهم وش هي الحلقة الضعيفة في امن شركة، ما بيراطيهمش باستعمال طرق معقدة كما نشوفوا في لي فيلم، 5 ايكران بحروف ونوامر تتحرك في كل اتجاهات. نو، اريون فهم بلي الحلقة الضعيفة هي الانسان. كان يقترح مبالغ مالية ضخمة الموظفين فاسدين باش يمدولو اكسي الكونت تاعهم تاع الشركة بدون تنبيه اي نظام امني، غير بانتحال هوية موظف. كل دراهم اللي ربحهم اريون كان ينفع لهذا الشيء، اقتراح مبالغ ماليه لموظفين فاسدين. اريون عنده 17 سنه، ولكن هذه المره الشرطه عندها كل الدلائل الكافيه باش يديوه المحكمه. بطبيعه الحال اريون كان راح يستنى المحاكمه تاعو وراء القضبان، ولكن راح يخلصوا له الكفاله تاعو اللي راح تخليه يستنى في داره حتى المحاكمه اللي راح تكون لو 29 افريل 2022. المحامي تاع اريون راح يكون ذكي وراح يفهمهم بلي الحاله الصحيه تاع اريون ما تقدرش تخليه يقابل قاضي. وهنا مقارنه بالمره الاولى الشرطه راح تخاف على سلامه اريون مادام كل معلوماته الشخصيه مازالهم في دوكسبين، وخايفين الناس تروح لدارو باش يتعداو عليه. وهكا لي اريون راح يحطوه في غرفة فندق انتظارا للمحاكمة تاعو. بصح ما تخلطوش، ما روش محبوس في غرفة فندق، عنده الحق يخرج من الغرفة وقت ما يحب، ما على بالو بلي ما راحش يخليوه يرجع لدارو لسلامته. ووضعه في غرفة فندق كانت نوعا ما حل من طرف الشرطة لايقاف اريون من الهاك والبيراتاج. هذا واش كانوا حابين الشرطة. مي اريون راح يدير حاجة اللي كانت الشرطة دايرة في بالها مستحيلة، راح يقدر يهاكي من غرفة الفندق. في يوم من الايام راح يروح المحل اجهزه منزليه ويشري حاجه اسمها فاير تي في ستيك امازون. هي كلي يو اس بي اللي ديرها في التلفاز تاعك وتمدلك اكسي لعده تطبيقات كيما نتفليكس، واللي تحول لك التلفاز تاعك الى سمارت تي في. مي اريون ما شراهاش باش يتفرج نتفليكس، شرا معاها كلافي وسوري، ودوكا عنده جهاز كمبيوتر من صنع منزلي. 5 اشهر هو الوقت اللي كفى اريون باش يوجد الهجمه القادمه. راح يهاكي شركه الطاكسي العالميه اوبر ويسرق ملايين المعلومات الشخصيه لمستعملين اوبر، لكن في هذه المره ما راح يسرب والو. راح يبعث ميساج في الشات الخاص للموظفين اوبر ويقول لهم: اعلن لكم اني هاكر وان شركه اوبر تم سرقه كل
معلوماتها. هاد الهجمه راح تدير ضجه كبيره وراح تكون فضيحه لشركه اوبر اللي ما فهموش شكون اللي يقدر يسرق لهم كل هاد المعلومات، وخاصه كيفاه قدر. اريون راهو في غرفه في فندق، راهو يتمتع بضجه اعلاميه من الهاك تاعو من دون اي شك من طرف الشرطه. اريون راهو يحس روحه كي الملك، وبهذا الروح اللي اريون راح يدير اكبر هاك من اللي بدا مسيرته في الهاكينج، اللي راح يدير ضجه اعلاميه عالميه، اللي راح يرجعه هاكر معروف عالميا. راح يسرق ديزادريس ميل وارقام هاتفيه الموظفين عند روكستار جيمز، وهنا اللي راح يلقى منجم ذهب للمعلومات، كل الملفات الخاصه بخصوص تطوير اكثر لعبه منتظره في القرن الاخير. في هذاك الوقت تكلفه تطوير جي تي اس 6 كانت مقدره بمليار دولار. اريون عنده فيديوهات وصور وعنده حتى الكود سورس تاع جي تي اس 6. روكستار مازال ما على بالهم بوالو، مي هاد المعلومات يقدروا يعرضوا جي تي اس 6 لخطر كبير. ملايين الدولارات اللي حطوهم في الاعلان، في الماركتينغ، حمله تسويقيه، 10 سنين تطوير، ومليار دولار اللي صرفوه على الجو. كل هاد الشيء بين يدين مراهق في عمره 17 سنه. 48 ساعة وراها اريون راح يبدا يسرب هاد المعلومات. راح يسجل روحه في ان فورم جي تي باسم تيبوت اوبر هاكر، وراح ينشر 90 فيديو مستخلصين مباشرة من جي تي اس 6. الكثير من الناس راح يشكوا من اصالة هاد الفيديوهات، وراح حتى يلحقوا يقولوا عليه كذاب. ثواني تجوز، دقائق تجوز، ساعات تجوز، حتى الناس بداو يدركوا باللي هاد لي فيديو حقيقيين. رسميا تم تهكير روكستار جيمز، تم تسريب جي تي اس 6، وهذه عندها ايفي تاع انفجار قنبله نوويه على شبكه التواصل الاجتماعي. الموضوع طوندونس في تويتر، آلاف المقالات تهدر على التسريب، وروكستار راح تصرف ملايين الدولارات غير باش تمحي التسريبات من الانترنت. مي اريون ما راحش يحبس هنا، راح يكونتاكتي روكستار ويقول لهم اروحوا كونتاكتيوني ولا نسرب الكود سورس تاع جي تي اس 6. هذه هي القطرة اللي فايضت الكاس الروكستار. تسريب الكود سورس تاع جي تي هي اعطاء الفرصة لاي شخص لاعادة انشاء جي تي. هي اكثر معلومة مهمة لروكستار. راح يكونتاكتيو الاف بي اي مباشرة مور هذا التهديد. 4 ايام وراها الشرطة البريطانية راح تنظم مداهمة على غرفة اريون باش يتقبضوا عليه. راح يلقاو المعدات اللي شرا اريون الهاك، وخاصة راح يلقاو هاتف اللي استعملوا اريون باش يدخل لي كونت روكستار اللي سرقهم. تم القبض على اريون. راح يديوه مباشرة للحج المؤقت، وين راح يكون عنيف جدا مع عرس السجن. اريون راح يبقى في هذا الحجر المؤقت لمدة 11 شهر. راح يخرج غير باش يحضر المحاكمة تاعو اللي راح تدوم 7 اسابيع، محاكمة اللي راح يعلنوا عليه مذنب اتجاه كل اتهامات اللي عليه، لكن وبسبب الحالة الصحية لاريون ما يقدروش يبعثوه للسجن. ما نساوش بلي اريون مريض بالتوحد، وهذا الشيء لازم ياخذ بعين الاعتبار في المحاكمة. هالمراهق مريض بالتوحد واعي بافعاله. ملايين الدولارات خسروا من الحكومات والشركات، وبلا ما نساو الاشخاص الاخرين. مي هذا يبقى مراهق برك. هو كان مراهق يصراو هاد المشاكل، لكن مور ما جوز 11 شهر في الحجر المؤقت ولا في عمره 18 سنه، الخيار راح يكون صعب للقاضي. وارين ما راحش يكون ذكي، حيث راح يصرح لهم باللي غير يخرج من الحبس راح يرجع لنشاطات الهاك. وفي 23 ديسمبر 2023 حكم على اريون بالسجن المؤبد في مستشفى الامراض النفسيه. الاطباء هم الوحيدين اللي يقدروا يتخذوا قرار اطلاق سراح اريون يوما ما. المراهق اللي يقلب انترنت، اللي خسر الشركات وحكومات العالم في ملايين الدولارات، حكايه اريون كورتاج.